مؤسسة علي فايز الخيرية، الأمانة هتوصل. علاج مش قادرة أجيبه، خلص مني العلاج برضه مش قادرة أجيبه. مش عامل، شغال في الزبالة، المرتب اللي أنا باخده 1000 جنيه مش عامل لي حاجة. يعني العلاج خلص ومش قادرة تجيبيه. وببقى نفسي في اللحمة، يعني جبت لها ربع كيلو باك النهار، ما رضيش تاكل منه وصفة، قلت له خليها عشان عيالك أنت. ما بتنزلش من دور عشان عيال، ويقول لي لا حتى أقول له لا يا ابني ربع كيلو كل عيل نسيرها كده بتاعي خلاص. يعني أنت دلوقتي نفسك في أي حاجة بروتين، لحمة، فراخ، عشان تاخدي العلاج ومش معاكي فلوس. وأنا باكلش اللحمة دي كل شهر، باكلها مرة. طب إيه رأيك تعزمينا دلوقتي بس أنا اللي حاسب، يعني تعزمينا عندك في البيت، نخلي علاء يروح يجيب لنا كده نص فرخة ونص كباب. بزعل من الفلوس اللي عليا، ببقى زعلانة، أنا مزعلانة كده وبزعلك وجينا حقنقك كده من أنا مزعلانة. هم الديون وحشة، أقول يا رب بس أنا مش عايزة حاجة من الدين، سد عليا ديني بس وخلاص، عشان قمت مت ما. الست كانت عايشة في العشة دي، بتبيع خضار وبتنام فيها، لكن قالوا لنا إن الست وقعت على رجلها ورجلها اتكسرت. هنروح دلوقتي نشوفها عايشة في أوضة مع ابنها بسيط زيها، مسكين مغلوب على أمره. تعالوا نروح لها الأوضة اللي هي عايشة فيها ونشوف قصتها. بالسلام دائما نبدأ وفي القلب نحمل، الخير لكم أجمعين وبعد. أهلا بكم ولقاء جديد ومتجدد في الموسم الجديد من برنامج طريق الخير. معانا النهاردة قصة وحكاية لأم لينا عندها مشاكل وموجوعة وتعبانة جدا جدا، كلمتنا علشان نيجي نسمع آهاتها وأنينها ونحاول إننا نساعدها. فتعالوا دلوقتي مع بعض نسمع قصتها في برنامج طريق الخير. في البداية يا ست الكل عرفينا بنفسك، اسمك ايه؟ عوض شيخ محمد عبد الفتاح. ازيك يا ماما، عاملة ايه؟ حبيب قلبي الحمد لله. عندك كام سنة؟ عندي 7 سنة. انت عايشة في العشة اللي احنا شفناها دي بجد وبتقعدي فيها طول النهار؟ والله قاعدة فيها، أنا ما بكدب عليكم، بس أنا ما كسرت بقى وريحتي كده على رجليا وبتاع، فمن الهم والديون اللي عليا، فأنا جيت ابني جابني قال له اقعد يا ماما. أنا حتى واحد جه النهارده بقى عايز فلوس مني 1500، 1800. بقول له والله يا ابني أنا معايا 200 جنيه خدهم، هما في ناس يعني حبايب كده جم شافوني وعطاهم لجيراننا اللي هناك في الحتة اللي هناك دي، فأعطتهم له. قال لي أنا هاجيلك يوم واحد في الشهر أخد منك الفلوس كلها على بعضيها، وغيره والله عليك 20 والله، وضربة تخسر فيه. ممكن يا ماما، أنا آسف والله، أنا عارف إن أنت قد الدنيا وفوق دماغي، بس أنا عايز بس المشاهدين يفهموا أنت اتدينتي بال20,000 ليه؟ عيالي اتجوزتهم وكان عليا اليوم ورفع علينا الاشياك وبتاع. جوزتي بنات ولا شباب؟ بنات. عليك إيصالات أمانة ورفعوها؟ رفعوها والله، رفع علينا الاشياك على الاثنين، وقال ما ذبحتيش أنا حبسك. وخدتي حكم ولا لأ؟ لسه ما خدتش حكم لسه. هم رفعوا الإيصالات قدام المحكمة. وانا رحت يعني شغال في الزبالة، المرتب اللي انا باخده 1000 جنيه مش عامل لي حاجة. وببقى نفسي في اللحمة، يعني جبت لها ربع كيلو باك النهار، ما رضيش تاكل منه وصفة، قلت له خليها عشان عيالك انت. اسد الدين بتاعي قبل ما اموت، لا اموت على غفلة يبقى الدين عليا، ما ينفعش والله يا بنتي، زي ما بحكي لك كده مش عايزة حاجة من الدنيا، عايزة حج ولا حاجة، بس مش مهم الحج، بس أسد اللي عليا عشان موت ولا حاجة يبقى معلي ديون، ولادي غلابة ما يعرفوش يسدوا حاجة ولا يجيبوا حاجة. الموضوع رحت كنت عند الجامع برضه ببيع الخضار، وقايمة بجيب شنطة واحدة واجي مكفية كده على القصبة بتاع رجلي اتكسر، بقيت أجيب علاج اهوت، وعملت أشعاعات وبتاع، وقال لي الدكتور ما تتحركيش على قيمة شهر، ليا يجي شهر وزيادة يعني. فبقى بتألمني في الليل لما اقعد انام مش قادرة الليل كله اقول اوجع. فعملت الاشعة ديت وعلاج، حتى في علاج مش عارفة اجيبه والله، خلص مني مش قادرة اجيبه. يعني العلاج خلص ومش قادرة تجيبيه؟ ما معيش فلوس والله يا ابني،
واللي يعلم بينا ربنا يعني ما بكذبش ولا بضحك على حد فيكم. ربنا يعينك يا رب. وهجيب لك مصحف احلف لك عليه اللي انا بقوله، اي كلمه بتطلع من حنك الوقت بكل صدق يعني، واللي يعلم ربنا وشاهد ووكيل باللي انا بتكلم فيه. انت قد الدنيا كلها والشغل مش عيب. خليك يا باشا، الحمد لله رب العالمين، نحمد الله وشفناكم انتوا وشفنا الدنيا وما فيها وربنا يديكم الصحه ويبارك لكم في مالكم وفي عيالكم. والله ما معايا، مش عارفة أجيبه، في حاجات ولاد غلابة ما عمش يجيبوا، ده شغال في الزبالة يعني انت مش معاكي 250 تجيب العلاج؟ والله يا دكتور أبدا معيش والله ما معايا، وأنا باكلش اللحمة دي كل شهر، ما بناكلها مرة، مفيش. ما أكدبش على الله، أنا قاعدة الوقت عايزة أقول له يا ابني أي حاجة تانية ترد روح يا ابني حتى عشان الجرح، حتة لحمة حتة حاجة كده. قال لي أنا هنجيب منين؟ ما فيش يا ماما، ما حدش بيدي شكك، اللي معطاك شكك ما بيصبرش عليه. يعني انت دلوقتي نفسك في اي حاجه بروتين، لحمه، فراخ، عشان تاخدي العلاج ومش معاكي فلوس؟ والله ما معايا، ما بكدبش عليكم والله. طب ايه رايك تعزمينا دلوقتي بس انا اللي حاسب، يعني تعزمينا عندك في البيت، نخلي علاء يروح يجيب لنا كده نص فرخه ونص كباب وناكل سوا. يا دوب ماشي حبيب قلبي ماشي. هترد روحي كده هترد المعنوية فيا والله. ضغطي كان بيعلى عليا، وكنت بروح لدكاترة برضه كده، كان اتعالج من الضغط ومن الزعل. لما بنام زعلانة اقوم بدعنك زي ما اكون حاجة كده هاجة في جسمي وفي شعري ومبقاش قادرة اتكلم. بزعل من الفلوس اللي عليا، هم الديون وحشة. اقول يا رب بس انا مش عايزة حاجة من الدنيا، سد عليا ديني بس وخلاص، عشان قمت مت ما بدعي له والله، بقول يا رب انا طالبه منك انك تحججني وسد ديني، بس مش عايزه حاجه من الدنيا، وبارك لي في عيالي دول الغلابه دول وساعدهم ربنا باي حاجه برضه. بس نفسك في اي حاجه تانية؟ لا يا حبيب قلبي، نفسي كل حاجه حلوه من ايدكم انتوا يا رب، عليكم وبارك فيكم كلكم يا رب. احنا اخواتك واحنا اهلك وولادك كمان، انا مش عايز اكبرك بس انتي قد الدنيا. الجمهور ده ولادك، فتطلبي ايه من ولادك او نفسك في ايه يساعدوكي فيه قبل ما نختم لقائنا؟ اللي انتوا تشوفوه، اللي انتوا عايزين تساعدوني بيه ساعدوني بيه، اللي انتوا شايفين. عايزه اسد زي ما قلت لك، بس مش عايز حاجه من الدنيا، سد فلوسي بس اللي عليا وتوكلوني توكلوني لحمه وحاجات كده كلها، اكل لحمه اكل فراخ كل حاجه ترد روحي كده، بس ما عايزه العلاج. اخر مره اكلتي لحمه امتى؟ ما فيش من قيمه 3 أسابيع. جاب ربع كيلو يعني كده، حطوا لي في الحله ولا اعمل لي ما وكلي، بس ما بتنزلش عشان العيال من امتى ليه كده، كان ثالث خميس دي ما بتنزلش من زور عشان العيال، ويقول لي لا حطها، اقول له لا يا ابني ربع كيلو كل عيل مسيرها كده تاني خلاص، مفيش اي حاجه. يعني ابنك الغلبان ده جاب ربع كيلو لحمه وانت ما رضيتيش تاكليه عشان عياله؟ عيال انا خدت منه حته والباقي قلت له لا يا ابني كل انت والعيال كل عيل حته غد زي بعض، عشان قلبي حنين وحنينه يعني ما حاربش اكل حاجه من واحده. ليك اي طلبات قبل ما اقفل؟ ليا انا بس اهم حاجه امي، عشان انا مش قادر، مش حمل ان انا اشدد اللي عليها، وانا اللي اعلم بربنا وظروفي على قد يعني، اللي يعلم بيها ربنا والناس كلها عارفه بالكلام ده. انت تعبان؟ انت عمال تكح؟ تعبان وبكح، واللي يعلم بربنا تعبان، عندي صمام في القلب، عندي يعني وجع فعلا في القلب، وقلبي فيه حيطه مخرومه واقفه في قلبي من جوه. اتفضلي يا ست الكل العلاج. بالنسبه للكباب والكفته احنا ما لقيناش عندكم في البلد، فانا هديكي فلوس تجيب انت بقى كيلو لحمه كده وتاكلي مع ابنك واولاده، وان شاء الله المره الجايه واحنا جايين بقى يعني نسدد لك الديون، اوعدك بقى انا اللي هجيب معايا الكباب والكفته ونعمل احلى عزومه مع بعض. ويديكم الصحه والعافيه يا رب، وما تحرمش منكم يا رب، ان انتوا بتساعدوا الوليه الغلبانه والفقيره، واللي يعلم ربنا بينا الحمد لله، ويديكم طول العمر يا رب. والعلاج حلو قوي اللي انت جبته لي. مظبوط كده العلاج؟ مظبوط يا ابني مظبوط والله، وحلو كله من اللي يجي من بحركم يكفي، كله حلو قوي. هستأذنك ان شاء الله دلوقتي ناخد الاسماء بتاعت الناس اللي ليها الديون، اصحاب الدين يعني، وننزل لهم ونتأكد ان شاء الله. طبعا انا متأكد منك، ولكن علشان المصداقية ننزل للناس دلوقتي بإذن الله ونتأكد ان شاء الله. هنتصل بيهم وانا هنزل لهم ان شاء الله. الحمد لله على كل شيء.
أنا مش عايزة أتكلم قدام أمي الست الجميلة، ربنا يبارك فيها ويحفظها. مؤسسة علي فايز الخيرية، الأمانة هتوصل.